السلام عليكم يا شباب. النهارده هنتكلم عن جهاز جالتست، بمناسبة ان طبعا بكره اخر يوم في العرض المتاح للجهاز. العرض طبعا فيه خصم كبير جدا على سعر الجهاز، بالاضافه ان في سنتين ضمان، في سنتين دعم فني، وفي سنتين تجديد للرخصه مجانا، بالاضافه الى تدريب مجاني على استخدام الجهاز. الجهاز طبعا بيدعم السي في اللي هي الشاحنات، بيدعم الاي جي في المعدات الزراعيه والجرارات، بيدعم الاو اتش دبليو المعدات الثقيله، والام اتش اي اللي هي معدات الروافع او الاوناش، والمارين المعدات البحريه. طبعا دي السي في اللي احنا بنشتغل عليها، الناس كلها عارفاها. السي في خاصة بالشاحنات والشاحنات الثقيلة والنقل الخفيف والباصات والتريلر والمعدات الصناعية، اللي هي المحركات اللي بتكون عندي راكبة مثلا على ونش او كده، او اي راكبة على جنريتور او اي تطبيق اخر، مثلا ممكن زي المحركات اللي بتبقى راكبة على اطفاء، طرمبات الاطفاء، وفي سوكت خاص بالتشخيص ممكن اشتغل عليها من خلال جهاز الجال تيست. طبعا ادخل على التراك، ودي اكتر حاجه بتهمنا وبتهم الناس المتابعين للقناه. الفول تراك 59 نوع، طبعا في خصم كبير جدا جدا على الرخصه الفول تراك ال 59 نوع، اللي من خلالها ممكن افحص جميع انواع الشاحنات. طبعا هنا طبعا الجانب اليمين ده الفيفوريت بتاعي، ان انا ممكن احدد 5 انواع 6 انواع اللي انا دايما بفحصهم باستمرار، والباقيين موجودين عندي برضو في الليسته بتاعتي، لكن ايه عشان انا يبقى اسهل بالنسبه لي في التعامل، بدخل مثلا على نوع الشاحنه من خلال ان اضغط ضغطه واحده بس عليها. خلينا مثلا نغير شويه، ندخل على حاجه داف، نضغط ضغطه واحده مثلا على سبيل المثال اكس اف 105. تمام. كل زي ما احنا شايفين كل اوبشن بضغط ضغطه واحده بس، مش محتاج ان انا خطوات كتير او حاجه معقده. تمام. ديزل دي ام سي اي اللي هو كنترول، طبعا بتاكد من السوكت بتاعي او الفيشه بتاعتي، طبعا مكانها فين، مكانها في الجانب هنا، الجانب اليمين في المنطقه دي، وبدوس كونكت. طبعا احنا شغالين على وضع السيميوليشن، لكن هو نفس الطريقه بتكون على السياره، من خلال ان انا اوصل السوكت في المكان ده واشوف الاعطال بتاعتي دياجنوز. طبعا احنا كنا قبل كده فحصنا الاكتروس والمان وسكانيا. النهارده قلنا نغير بحيث ان الناس تتاكد ان هو الجهاز برضو بيدعم الداف. طبعا هنا عطل الاكسلريتور بدل فيول تمبريتشر سنسور انجكتور سلندر رقم 4، مثلا عايز اعرف المشكله دي فين، بدوس على علامه الاستفهام، يقول لي ايه اليونت بامب، وادوس على الانفورميشن مور انفورميشن او سم انفورميشن، ويجيب لي شكل اليونت بامب. طبعا اليونت بامب بتاعتي تكون راكبه بره. هنا الداف يا جماعه فيها الانجكتور كهرباء واليونت بامب كهرباء. تمام. يعني هنا في يونت بامب كهرباء، وفي نفس الوقت الانجكتور بتاعي داخل وش السلندر برضو كهرباء. عايز اعرف الوايرنج، بدوس على العلامة دي، يجيب لي الوايرنج بتاعي بتاع القطعة اللي هي سي بي 434 اللي هي اليونت بامب رقم 4. ننتظر بس لحد ما يحمل معانا الوايرنج عشان نوضح ان الجهاز بيدعم جميع انواع الشاحنات. طبعا احنا عندنا فيه 5 6 شاحنات مشهورين، والباقي مش منتشر قوي، بس احنا الجهاز بيدعم ال 59 نوع اللي هم الموجودين في العالم. طبعا دي السي بي 434. طبعا هنا الاتنين طرف اللي في كهرباء ارضي ده سولونويد، طبعا اي يونت بامب عباره عن سولونويد، وهنا بيعرفني ان دي بينا 23 وبينا 24 في السوكت بتاع الكنترول بتاع المحرك. تمام. انا عايز اعرف السوكت ده رقم كام، السوكت ده رقم ايه. تمام. فين ايه بقى، ادخل على الصورة دي، اضغط عليها مرتين، يظهر معايا A B C اللي هي عندي كنترول بتاع الداف 3 سوكت، كنترول المحرك 3 سوكت. اوكي. تمام. عايز ارجع تاني ادوس على الدياجنوستيك منيو، عايز اطلع ادوس على علامة الصح، وعايز اعمل سيستم تشيك، افحص المنظومة بتاعتي، كونفرشن تيست، سلندر تيست، البوست بريشر، التربو، والفان بتاعتي او المروحة، وعايز اعرف معلومات عن الميجرمنت القياسات، عايز اعمل حاجه في البارامترز كاليبريشن، داتا ريكوردر، اي حاجه تخص المحرك من خلال جهاز جال تيست. في انتظاركم ان شاء الله اللي حابب يحصل على الجهاز، لان بكره ان شاء الله اخر يوم في العرض الخاص بالخصومات الموجوده، وعرض سنتين دعم فني، سنتين تجديد الرخصه، سنتين ضمان، وتدريب مجاني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.